يعني القيادات بتاعتهم عارفينها. فالنهارده مثلا هنعمل كذا، بكره هنعمل كذا، وكنا نختار بقى الاوقات اللي هي فيها يعني ريسيرش اللي هو يسموه اللي هو فيها يعني القوات ما تبقاش اليرت قوي، زي الكريسماس، الهالوينز، يعني راس السنه. يعني هم كانوا مانعين العساكر تمشي بالليل، الا كانوا يمشوا مثلا 3 أو 4. لما يبقى عسكري فرغاني ده يتوكل على الله. اول واحد فيه ماشي سكران لوحده، تقوم انت حاطط له مفتاح كازوزه في ظهره، تقول له بالاتي سيف يور لايف، ريز اب يور هاند، كيب سايلنت، انقذ نفسك، ارفع ايديك فوق، نجح حياتك، وتاخد منه البندقيه ويمشي. الظابط الانجليزي بعد كده ما حدش يمشي الا 4 5 مع بعض، زودوا عند كانوا 2 أو 3 4 5 مع بعضهم، او في العربيات مع بعضهم. الدوريات بتاعت بالليل كنا برضه بنحصرها بالسلك اللي بنشده بتاع الموتوسيكلات ده والحاجات دي. فنحط السلك ويتربط كويس تشد على ارتفاع الكتف او رقبه اللي قاعد على الدركسيون او راكب موتوسيكل. دي عملت لهم خسائر كتيره قبل المعارك. وبعدين استعاضوا عنها بقى، حطوا حديده على العربيات بتاعتهم، حديده مخوصه كده عشان لو في سلك تخبط في العربيه ما تخبطش في رقبه حاجات كتيره. يعني كان في كوبري كان عليه موقع انجليزي اللي هو يفصل بين الاسماعيليه والمعسكرات بتاعت الجيش الانجليزي، اسمه كوبري سالة. ده اللي بقول لك ده اتنسفناه. ده لما اتنسف يعني بطريقه ظريفه جدا. جبنا عربيه برتقال، وهذا ما كانش عندهم نموذج ولا برتقانه ولا خرشوفه ولا اي حاجه طحلوم ولا ديك روم ولا كلام من بيقولوا ده. الوقت ده احنا فكرنا ان احنا ننسف الكوبري ده. ففي واحد مهندس اسمه بخيت عمل قنبله وحطيناها في عربيه برتقال، عربيه يد، وحطينا النغم فيها وعملوا عباس بتاع اللحام ووضبناها على اساس ننسف الكوبري بيها. الكوبري ده بقى اتنسف ليه؟ كان عليه موقع انجليزي اللي هو يفصل بين الاسماعيليه والمعسكرات بتاعت الجيش الانجليزي، وحطينا في الحته بتاعت تحت اللي في العربيه نغم. هم اتلموا على العربيه بيشتروا برتقال على الكوبري ده اهو ده. وبتوع الجيش الانجليزي بقى شافوا عربيه البرتقال جاري عليها، فالراجل يا جوني يا مش عارف ايه بتاع طلع يجري اتنسف. انتصروا جثثهم بالمية من هنا من الترعه دي. قامت مدرسة الإسماعيلية الثانوية، ودول الطلبة الشجعان، وده الجيل الكويس اللي قام بعد المظاهرات وراح داخل على أكبر مجموعة معينة للمخازن بتاعة المأكولات بتاعة الجيش الإنجليزي اللي هي توقع في ميدان عرابي. ده انا بقول ميدان عرابي حاليا، اللي قبل كده كان اسمه ميدان محطة الحديد. قامت الطلبة ولعت فيه. لما حرقنا النفي كان في واحد إنجليزي أول مرة سجل اسمه مدير عام السيم الإنجليزية ومدير النوافي اللي هي المؤسسات الاستهلاكيه اللي بتورد الاكل من الجيش الانجليزي والحاجات. راح جاي من ورا وجاب عمال وسرقوا الخزنه وسرق الساعات والحاجه في اللحظه وكلمك كده، وفي حراميه كلهم سرقوا الساعات والحاجات كلها. وبعدين راح ايه قال لنا حرقوه. رحنا في عربيه جيب واقفه عند بوسترات كده، جيب انجليزي فيها الغطا التانك كان الناحيه دي كده بسلسله كده، رحنا فكينه ورحنا مولعين منه ودب في النفي حرقنا. وجاء احمد فيصل الله يرحمه يتباشى بنود محمد علي، جاب قواته من هناك قوي. امشوا يا اولاد حبايبي امشوا خلاص، الانجليز جايبكم امشوا عشان ما يضربكوش. نلف ونيجي من الناحيه الثانيه، نلف ونيجي من عند القهوه الثانيه ودي القهوه دي ونضرب فيهم. لما شطبنا على النفي وحرقناه كله. وأسهم تنظيم الضباط الأحرار في الكفاح الشعبي، فقام بعض ضباطه سرا بإمداد كتائب الفدائيين بالأسلحة والذخائر والمعلومات. وكان في طليعة هؤلاء الضباط وجيه أباظة، كمال رفعت، ومجدي حسنين. أنا كنت على علاقة مستديمة مع الله يرحمه وجيه أباظة، وده كان له دور وطني كبير جدا في معارك القنال، في التل الكبير بالذات وفي الإسماعيلية. وكان معاه كمان الله يرحمه كمال رفعت، هو مش قريبي لكن كان من ضمن الضباط اللي كانوا يمدونا بقى بالسلاح والذخيره، وكان برضه يدينا معلومات. يعني يقول لك الحته الفلانيه فيها الحته دي فيها مخزن ذخيره ننسفها.
كان في ضباط احرار وكانوا بيعملوا عمليات، وكان مين اللي بيساعدهم؟ الامن اللي ماسك البلد. ما هيفضح الدنيا لو هم وحشين هيفضحونا. بعد كده بقى جاء مجدي حسنين كان ماسك المخابرات هنا في اسماعيليه، انا ما كنتش اعرفه ان هو في ضابط مخابرات ولا حاجه، جه اتصل بينا عشان يجيب سلاح وذخيره عشان نمول المجموعات اللي بتشتغل. جاء الاخ وجيه باظ ضربني تليفون قال لي انا عايز اقابلك. تعالى لي يا ابو حماد. رحت ابو حماد لقيت فيه عربيه بيك اب فيها حوالي 10 شبان واضح جدا انهم طلبه جامعه، وقال لي احنا جايين عايزين نعمل عمليه كبيره في المعسكر. وكان المستهدف في ذلك الحادث هو الميز بتاع الضباط. وبالفعل أدوا المهمة على خير وجه، كانت موقوتة لغاية ما خرجوا من المعسكر، وجيه خدهم بالعربية البيك اب، وطبعا ساب المنطقة كلها بأكملها وأدوا العملية بنجاح. استفحل الأمر وكسر الاعتداء المقاومة واشتدت المقاومة، فالقيادة الإنجليزية أجلت الأسر الإنجليزية المقيمة في مدينة الإسماعيلية عن المدينة ورحلت. لما اشتدت المقاومة بقى، إسماعيلية كان فيها حتة اسمها حتة العرب وحتة الأفرنك، وكان يفصلهم شارع، ففضوا كل البيوت اللي على اللي في الحي العربي اللي تطل على الحي الأفرنكي. ففكر الجيش الإنجليز إنهم يخلصوا من الفدائيين دول اللي بتعاونهم الشرطة. وقتل ياير إكسهام، كان يعني راجل يزبش إنجليزي، فأدى إنذار نهائي. 25 يناير حضر إلى منزلي في الفجر عربة من الجيش الإنجليزي، ونادى علي ضابط فيها وأخبرني أن بريجادير إكسهام ينتظرني في هيئة القنال ليتحدث معي. حاصل الإسماعيلية كلها 5 صباحا، القوات بقى كاملة، دبابات على دبابات. فقال لي احنا دلوقتي عندنا قوات ودبابات محاصرة محافظة الإسماعيلية، وعايزين القوات اللي فيها، كان فيها حوالي 80 عسكري درجة أولى في نفس المحافظة، إنها تنزل وإحنا نحرحها لهم على مصر. فقلت له أولا هذه القوات أنا مش رئيسها، ولو اديتها أمر مش هطيعه، ولو كنت أنا رئيسها مش هديها أمر بالشكل ده. وإحنا لما سمعنا الخبر إن القوات البطولية هتضرب المحافظة، وإحنا شاهدين نفسنا ودخلنا القسم. ويجي عساكر بقى مشيوا من الباب بينطوا من على السور، كل واحد ماذا خد بندقية مش بتاعته، خد أي بندقية وسايرين الذخيرة شالوها، كل حاجة شالوها وطلعوا. مصطفى رفعت أما علم بأن المحافظة محاطة بالقوات الإنجليزية نزل وراح انضم للعساكر بتوعه هناك في المقاومة. ونزلنا طبعا العساكر هللت، ولقيت إكسهام بقى على باب المحافظة، وقال لي في قطر واقف في المحطة، تاخد عساكر جدول يرفع ايديه فوق ويسيب السلاح وتتوكل الله على مصر. انا بقى كان لغتي كويسه، يعني لسه راجع من انجلترا، فاديته بقى كلمتين في عض. قلت له لما تقعد 50 سنه انت اللي لازم تمشي، مش احنا، دي بلدنا. الموقف ميت، لكن قبل ما اموت لازم اعمل حاجه. ودخلت، قال لي 5 دقايق ما طلعتوش هضرب. قلت له انا 50 سنه